السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بصوا، انا غليت الميه، حطيت لها ملح وغليت، حطيت المكرونه. هعمل بشاميل. وريتكم اللحمه عصقتها وعملتها، وعملت لها مشروم وحطيت المشروم وريتها لكم. هنا المكرونه بتتسلق، اما اعمل بشاميل هوريه لكم. المكرونه استوت، قطعتها حطيتها في مصفى اهي. هعمل بشاميل بقى. وتعملوا في اللبنة. هتفرق ايه؟ بصوا يا جماعة، حطيت كيلو ونص لبن، كيلو وربع، كملوا بعد كده لو عايز. جايبة بشاميل كيس جاهز. عايزين جايبة كيس جاهز. صراحة أول مرة استعمله، أنا بعملها بإيديا. لما أكون بشاميل بقى تحطوا مثلا الصينية 4 معالق دقيق، كل معلقة دقيق عليها معلقة سمنة، على 4 معالق دقيق على 4 معالق سمنة على كيلو ونص لبن. ولو عايز برضو بتكملوا باللبن أو بالشوربة اللي يعجبكم. قلبت، لازم تقلبوا البشاميل الجاهز ده. أي بشاميل يتحط اللبن ساقع، مش سخن، عشان ما يكلكعش الدقيق. العادي بقى بتحمروا الدقيق في السمنة، بس ما تحرقهوش ولا تخلوه لون، ملوش لون، يا دوبك شوية كده. وبعد كده بتنزلوه من البوتاجاز وتحطوا اللبن وتقعدوا تقلبوا عشان ما يكلكعش على البوتاجاز. بعد كده بتحطوه بقى وتقعدوا تقلبوا بقى، تقلبوا لغاية ما ايه، تشوفوا تقلوا. لو تقلوا حلو خلاص. احنا عاملينها بطريقة النجرسكو بس باللحمة. المفروض ان النجرسكو بتعمل بالفراخ، في بالفراخ وفي باللحمة زي ما انتوا عايزين. نحط البشاميل الجاهز ده في لبن ساقع وتقلبوه قوي الاول عشان ما يكلكعش، وبعد كده بتحطوه على البوتاجاز تقعدوا تقلبوا بقى. حطوا نقطة جوز الطيب، مكتروش منها عشان غلط. بس هو على البوتاجاز اهو، قلب فيه كده لغاية ما ايه، اشوف تخن. بعدين اوريهولكم اما ايه طيب. متنسوش بقى اللايكات والاشتراكات والشير يا حبايبي، عشان ما يتقلش يبقى بشاميل. اهو يا حبايبي البشاميل اتعمل. هحط في المكرونة عليها بشاميل وتتقلب. مكرونة 3/4 سوا.
مش مستوية سوا كامل. حطيت شوية بشاميل في الصينية. احط نص المكرونة في الصينية، وحطيت لحمة لخبطتها في قلب المكرونة شوية، نصها في الصينية، وبعدين احط لحمة، وبعدين احط بقية المكرونة، وبعد كده في الاخر بشاميل بقى. احط اللحمة، هات الحلة ادلقها فيه. في الاخر قلب بقية المكرونة في الحلة، صلصة والحاجات دي، بعدين ندلقها في الحلة في الصينية. عاملة فيها مشروم. هحط بقى ايه بقت المكرونة. حط جبنة موزاريلا في الاخر بعد ما حطيت البشاميل. حط حبة، بعدين نحط بشاميل ونحط فوق الوش حبة. وحط فيها زيتون اسود مع التعصيق ومشروم. نجرسكو بس باللحمة. حطيت بشاميل فوقيها، وبعدين بحط اللحمة اهو، بحط المكرونة، وبعدين احط بقية البشاميل فوق الوش، وفي الاخر رشها بالجبنة الموزاريلا. احنا بنحب البشاميل خفيف، مبحبوش تخين. ادلقهم كلهم. كنت عملت صينية كبيرة.
الكيس بياخد صينية كبيرة. بس جبنة موزاريلا فوق الوش. خلاص هحطها بقى ايه في الفرن، بس هحطها في الفرن بقى ساعة مثلا 5 كده عشان تبقى سخنة. يا صباح الفل والياسمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بصوا انا هعمل ايه. ايه هعمل صينية بشاميل. حطيت مشروم، وحطيت زبدة بلدي، وحمره شوية. اللحمة معصجة نورتها لكم، انا عاملاها واحط عليها المشروم. طبعا بتحطوا بصل تحمروه نص تحميرة، وتروح حاطين اللحمة المفرومة. ادي اللحمة وبعدين تتعصج اللحمة كويس. وبعدين حطيت طماطم وحطيت توابل، فلفل اسود وماجي وكده. لو مش عايز ماجي بحط ملح وبابريكا، ونحط فلفل اخضر عليه، فلفل حراق او فلفل رومي. ما باكلش حراق احط رومي. البابريكا دي ايه؟ اه حطيت فلفل قرن فلفل حراق احمر. ايه ده؟ الزيتون. ايه ده؟ الزيتون بتعمل على النار؟ الزيتون بترص. حطيت شرايح زيتون اسود وفلفل اسود، متحطش ملح بقى، الزيتون حادق. مادام في زيتون ما بتحطش ملح عشان الزيتون نفسه حادق. وانا موضبه اللحمه معصجه، حاطه لها الماجي، حاطه اهي. عملت بصل، حطيت بصل اتحمر نص سوا، حطيت اللحمه مفرومه اهي، وحطيت فلفل اسود
وماجي وبابريكا وفلفل حراق، حطها فلفل برضو عليها. بس احط المشروم بس، مشروم والزيتون. اللحمة المقصجة اهي على النار. ولو تعملوا بقى ساعة ما تعملوا البصل بتاع اللحمة بتروح حاطين برضو المشروم عليه وتحمروه معاه وعلى اللحمة، وبعد ما تحمروه على البصل تحطوا اللحمة وتحمروه مع بعض، تتعصج اللحمة كويس جدا. وبعد كده عايزين طماطم تحطوا، مش عايزين تحطوا زي ما انتوا عايزين. بس غلوتين كده واطفي، وما اجي اعمل المكرونه اوريها لكم. بصوا يا حبايبي البشاميل اللي عملته قدامكم نجرسكم، شوف لونها جميل ازاي. وده تاكلوا بألف هنا والشفا. متنسوش بقى اللايكات والاشتراكات والشير. قطع حته احطها في طبق اوريها لكم. بصوا يا حبايبي بعد ما قطعتها اهي، اهي مليانه لحمه وفيها جبنه وبشاميل من جوه. كل سنه وانتم طيبين.